بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كوسه، وهنعمل رز ابيض، وهنعمل لحمه. زي ما انتم شايفين كده احنا سلقنا الكوسه اهوت، وسبكنا برضو الطماطم، وحطينا بهاراتنا على الصلصه اهوت. حطينا ملح وكمون وفلفل اسمر وشويه شطه بسيطين كده. وزي ما انتم شايفين الطماطم السبكه دهيت. هنزل عليها بقى بالكوسة. الكوسة غليها غلوتين يعني، مش غليها كتير، مش سلقاها كتير يعني، سلقاها غلوتين كده. وهنزل عليها اهوت بالصلصة، واسيبها بقى ايه تكمل سواها. واحط نص معلقة سكر عشان الكوسة برضو تبقى طعمها جميل. هسيبها بقى ايه تستوي زي ما انتوا شايفين كده. واللحمة برضو مولعة عليها من بدري اهي زي ما انتوا شايفين كده. اللي حطيت بصلة وطماطمايه، حطيت فلفل اسمر، والملح بقى منحطوش الا في الاخر بعد ايه، بعد ما اللحمه تستوى بزود ايه الملح. حط بصله وطماطمايه وفلفل اسمر وورق لوري وحبهان ومستكه. وبسيبها بقى ايه تكمل سواها زي ما انتوا شايفين كده. هي بتغلي هي زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى تكمل سواها، والملح هحطه في الاخر، نحط عليها واسيبها إيه لحد ما تستوي اللحمه. والكوسة بقى والرز اهوت نقيته هغسله وهولع عليه. الرز بنسيبه للاخر، بنولع عليه في الاخر يعني. اهوت غسلت الرز وحطيت الملح بتاعه وهولع عليه. وكده دي الغدا بتاعنا النهارده. عملنا كوسة ولحمة ورز. اللحمة اهوت دخلت في السوايات، طلع حتة كده اشوفها اختبرها كده، لقاها استوت، طفي على اللحمة خلاص. اهوت بالشكل ده. طلعت حتة كده اختبرها على الغطا بتاع الحلة. لو لقيتها استوت اطفي عليها. والكوسة اهي خلاص كده، خلاص الكوسة اهي استوت، اطفي عليها بقى خلاص. غلت اهي، اطفي عليها. وده كان الغدا بتاعنا. عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايك.